Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو جديد هنشرح فيه كل اللي انت محتاج تعرفه عن باتش 4.3 اللي هينزل يوم 20/7 في الشهر الحالي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تدوس زرار اللايك والسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ومن غير ما اطول عليكم اكتر من كده خلونا نبدأ بالشامبيونز. في البداية كده اللعبة هتنزل 3 شامبيونات جديدة في الريفت وشكلها هتولع يا زميلة وهنخربها. في البداية كده أول شامبيون هينزل هي نيلا، وخليني يا صديقي أخدك لفة كده وأعرفك على نيلا. نيلا شامبيون قوي جدا وهي شورت رين شامبيون بتلعب اي دي سي. ستايل لعبها والميكانيكس بتاعتها مميزة وهتضيف كتير جدا للعبة، سواء بستايل لعبها المميز اللي احنا قلنا عليه أو بالدمج المتخلف اللي هي بتعمله. فخلينا أفكرك يا زميلي بموعد نزولها اللي هي هيكون يوم 20/7 في ميعاد نزول الباتش، وهتكون أول شامبيون ينزل من الثلاث شامبيونات. تاني شامبيون معانا وهو مفصوص الدماء، ساحر الدماء، فلاديمير بوتين. يعني مش ده اليوتيوب هيفشخنا كده. فلاديمير هو ميد لينر وتوب لينر لحد ما تجيبوا توب لينر او ينزلوا مردكاي سيرنا ما هو اقرب. وخليني اقول لك بقى يا باشا ان فلاديمير شامبيون سفاح، اي بي سفاح. ولما اقول لك ان فلاد سفاح يبقى لازم تاخد حذرك، مش عاوزين بقى الانمي تيم يشمت فينا. بالله عليك فلاديمير شامبيون قوي جدا ليد جيم، وحرفيا ممكن يخش في فايت 1 اتش بي يطلع منه فول اتش بي، ما تسالش ازاي، هو ساحر والدكر فيكم يقتله. اما نجيبها لك من اخرها كده، فلاديمير مشكلته الكبيره في صعوبته. شامبيون صعب جدا واللين بتاعه محتاج دراسه ولازم تتعود عليه عشان تعرف تلعب بيه. زي ما قلنا هو شامبيون صعب جدا محتاج اتقان تدريب كتير، لذلك يعني اتمنى من سيادتك ان انت ما تعوش في الرانك، يعني ما نجربوش في الرانك اول ما ينزل، يعني خش بي عادي زي بقيه الناس، زي بقيه الخلق. فلاديمير هينزل يوم 20/8، هينزل بعد نيل على طول. تالت شامبيون معانا هو الحكومة هيكا، عم كريم. هيكارم شامبيون مرعب حرفيا، الشامبيون ده دبابة جنجات يا جماعة. هيكا عنده القدرة انه ياخد المابا كلها رايح جاي في 3 ثواني، مش بهزر فعلا. شامبيون قوي في الايرلي وحرفيا هيغير كتير في اللعبة وفي الجنجل عموما، واي حد بيلعب جنجل هيحبه. انا نفسي يعني اكتر شامبيون متحمس لنزوله هو هيكا. بس هيكا هينزل يوم 21/9 وهيكون اخر شامبيون ينزل في الباتش ده. تاني حاجة رونز جديدة. مؤخرا كده الرونز القديمة كانت مستوى التحدي والصعوبة اللي بتضيفها للجيم مش قد المستوى، وما كانتش بتضيف نفس متعة البي سي، فكان في مطالبات كتير من البلايرز ان هم يعدلوا نظام الرونز. ورايت على غير عادتها يعني استمعت للناس وعملت نظام رونز جديد كليا واللي هو مشابه للبي سي، واللي هيضيف كتير للعبه وبرايي هيرجع شامبيونات كتير عشان تتالق من تاني. الرونز هتتقسم كالتالي، عندك حاجه اول حاجه وهي الكيستونز، وهيضاف لهم 2 رونز جديده ودول اللي احنا هنشرحهم، الباقي هيبقوا فيديو منفصل لان الصراحه لو شرحناهم كلهم الفيديو هيطول جدا. اول الكيستون معانا وهي الفيرست سترايك، ضرباتك او قدراتك ضد اي شامبيون في خلال ربع ثانيه من دخولك الفايت هتاخد جولد. هتاخد كام جولد يا باشا؟ 5 جولد. واول ضربه ليك لمده 3 ثواني هتخليك تعمل 9% بونص دامج. ورايت طبعا جيمز بتضحي النهارده هتديك 100% من الدمج اللي انت عملته دوت هيرجع لك كجولد. لو انت بتلعب بميلي تشامبيون النسبه دي هتقل ل 70% للرينج تشامبيون. الرونز دي بيستخدمها ناس اللي هي بتبوك يعني او معظم الميجز عموما، ومن اهم الناس اللي بتستخدمها هي سايلس، طبعا لسه اول ما ينزل وايلد يعني. السكيلات دي كول داون بتاعها هيبقى من 15 ثانيه ل 25 ثانيه طبعا حسب الليفل بتاعك. عندك تاني رون هي الجيكال ايجومنت، الجليسيال ايجومنت اللي مش عارف انطقها يعني. لما تضرب اي انمي ببيزك اتاك سرعه حركته بتقل بنسبه 20% لمده ثانيه ونص، وبيبقى حوالي خط. اي عدو بيمشي على الخط ده بياخد سلو تقريبا بنفس النسبه. ده بالنسبه للكيستونز. باقي الرونز بقى هيتقسموا على 4 مجاميع. يعني ايه 4 مجاميع يا باشا؟ انت عندك اول حاجه في 4 تصنيفات للرونز، تمام؟ انت بتخش الجيم بتختار منهم 2 بس، كل 2 بتختار منهم 2 رون او 3، مش متذكر بصراحه بالظبط يعني، انا اصلا راجل كوريكتور يعني. واول مجموعه هي الدومينيشن، تاني مجموعه هي البريسيشن، تالت مجموعه وهي الريزولف، ودي خاصه بالتنكات ودي بتخليك بغلة حرفيا ما بتموتش. والمجموعه دي تحتوي رون البوم بليتنج والديموليش. اخر مجموعه بقى الا وهي الانسبيريشن. ملحوظه مش دي كل الرونز موجوده في اللعبه، يعني قصدي ان الرونز دي مش كلها انها تنزل وايت. الرونز الحقيقيه تبقى الرونز اللي موجوده حاليا في اللعبه هي في الصوره ديت. انتقالا بقى للايفنتس بتاعه الباتش دوت، فعندنا اول ايفنت هو سول فايتر.
هيبقى في مود جديد 1v1، ده عباره عن انك بتختار 3 شامبيونات. المفروض انك بتكسب 4 راوندات عشان تعرف تكسب الجيم. مود هيبقى ممتع جدا ومن اكتر المودات اللي انا مستنيها تنزل، وهيبقى فن جدا، وممكن تلعبوا مع اصحابك، ويعني هتبقى حاجه جميله جدا. ومن حاجات تانية منتظرة في الباتش ده وهي السكنات. وطبعا احسن السكنات اللي هتنزل هي تبقى سكنات سول فايتر اللي شكلها جامد جدا بصراحة. وسكن طبعا ليه سن اللي يعتبر واحد من افضل سكنات ليه سن. وطبعا في سكنين جداد هينزل. سكن الباتل باس هيبقى من نصيب سلاش ويومي، وهيكون ده اول باتل باس يبقى 3 شهور. الباتل باس ده هيقعد 120 تير بدل 50 تير. استكمالا بقى لتحديثات الجيم بلاي والماتش سيستم، فاللعبة قررت انها تضيف شوية تعديلات تساعدك انك ترجع في الجيم بحالة لو انت كنت خسران يعني. من اول هذه التعديلات هو البورو. لو الانر توريت بتاعك اتدمر، ففي كائن بورو ده بيظهر بعد ما التوريت بتاعك بيتدمر، ده بينور لك الجنجل بتاعك، بيديك فيجن بحيث ان انت الانمي جانجلر ما يقدرش ان هو يكلير الجنجل بتاعك، ما يخش ياخد الكلمات بتاعتك. وطبعا لو انت في مرحله متقدمه من الجيم، لو انت متاخر، فالبونص جولد اللي بيجي لك من الطورات بيتضاعف بنسبه معينه، بحيث ان هو يساعدك في انك ترجع في الماتش احسن. وده طبعا بالنسبه بقى لتعديلات الجيم بلاي. بالنسبه بقى للايتمز الجديده، ففي ايتمز سبورت جديده هتضاف. الباتش ده هيركز على ابطال السبورت والتنكات بشكل خاص. وبرضو في بوتس هتضاف جديدة، من أهمها بوت الماجيك بنتريشن، وده بيديك ماجيك بنتريشن وموفمنت سبيد، وبوت بيديك اتاك سبيد وموفمنت سبيد. البوت ده هيبقى حلو على شمالات الاي دي سي وشمالات زي ياسو ويون. ودي طبعا يعني في النهاية دي كل التعديلات وكل اخبار باتش 4.3 اللي حبينا نشاركها معاكم النهارده. في النهاية يعني أحب إن أنا أطلب منك إن أنت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، أسيبكم بقى مع سكنات سول فايتر وبس. بيس.